دقيقة يا ابراهيم. شو مالك؟ يكون فجرات فيه يا زلمة، طول بالك. ابراهيم انت صاحي؟ تخافش انت صاحي؟ تخافش. انت صاحي؟ وكل امرك الله وابعد عني. مش هسه بنفتحه. وكل امرك افتحوش. ابعد عني. رد علي. مطلوب اني افتحه. لازم افتحه. هذا صندوق يا ابراهيم. ابعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الله يسعد مساكم وطمنوني عنكم، ان شاء الله اموركم تمام. طبعا زي ما عودناكم يا اخوان، صلاة النبي طبعا اهم شيء، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا مساء كبير ولطيف وجميل مني انا وابو يوسف واخوي ابراهيم طبعا للجميع يا اخوان. احنا هينا متحركين بالسيارة رايحين على الموقع. طبعا اليوم اخونا ابراهيم جاب لنا صفحة من كتاب لازم نروح على معسكر قديم. شو هو المعسكر القديم؟ هو ما بعرف شو هي الحضارة اللي احنا بدنا نروح عليها. هسا بدنا نكتشف مع بعض شو هي الحضارة وشو اللي لازم نطوله من هاي الحضارة. كل الحب والاحترام، وخليكم معنا اول باول عشان الكل يفهم المغامرة ويشوف شو بدنا نطول. وبتمنى من الجميع ما حدا يقصر بمغامراتنا يا حبايبنا يا اخواننا. يسعد لي هالاوقات يا احلى عالم. انا دائما وابدا مثل ما حكى لنا اخونا ابو يوسف، الصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد. طبعا مثل ما حكى اخوي ابو يوسف، اليوم في منطقه لازم تكون معسكر قديم. هيك طلب مني الكتاب احضر فيه هناك طفل الجن. اخوات راح يدلونا على ران غريب الاطوار، وان شاء الله يا رب نقدر نحصل هالخاتمين هذولا عشان نفوت على المرحله الكبيره. طلنا ختم خواتم الجن، وطلنا خريطه الموقع تبعت دخول على مقابر الجن. طلنا شغلات كثيره ما ضل علينا الا الخاتمين هذول عجزنا، وان شاء الله نقدر نطول اليوم يا اخوان. وهذا الموقع اللي بدي اروحه خايف منه بشغله واحده، من الالغام، من يعني ما بتعرفوا قنابل كذا لا سمح الله. وان شاء الله انه نطلع سالمين غانمين من هذا الموضوع كامل. هذا اهم شيء يعني دائما بنقوله. وبتمنى ما تقصروا معانا يا اخوان، دائما ما تقصروش ان شاء الله يا رب. ما تقصروا معانا باللايكات والشيرات والمشاركات. طبعا ابراهيم ولا قطعة بارد يا حبيبي. تمام. عشان الكل يكون واضح، اللي انا فهمته منك من الكتاب لما قعدنا اليوم مع بعض يا اخوان، كل اللي احنا هذا بنطوله من الكتاب ان فيهن هدف واحد. لازم نلم كل اللي مطلوب منا من الكتاب، كهو خاتم كهو اي اشي بيطلع لنا منا. بعد ما نخلص اللي بدنا يطلع نشوف شو هو الهدف بواحد فضول من الكتاب. لا عين عليك. لازم نمشي على هدف واحد، مش كلهن بس نضطر انك تطولهن عشان تمشي عليه. نعم صحيح. فيا حبايبي لا تقصروا معانا. وانا حبيت واحنا على الطريق لنا شوي بعيد المنطقه قلت اسولفكم عن موضوع المغامره. موضوع المغامره فهمتوه كامل. لازم يكون منطقه يعني زي نظام عسكر قديم كانوا فيها يعني زمان، ايام زمان. وقلنا منها نعرف شو السبب انه اخذنا طفل الجن لهيك موقع، او الكتاب ليش اخذنا لهيك موقع. فيا احلى عالم هينا ان شاء الله مستعجلين. وبكره يا ابو يوسف شو رايكم مغامره ان شاء الله اذا ما قصروا معنا؟ الله احيانا ان شاء الله بكره باذن الله يكون في عندنا مغامره انا واخوي ابو يوسف كمان. وان شاء الله كل يوم كونه كل عام بخير، رمضان قرب ان شاء الله نعززكم مغامرات. لانه ان شاء الله برمضان انا واخوي ابو يوسف راح نقلب على محتوى الحيوانات المفترسه، على الكلاب الضاله، عن الضباع، عن الخنازير. يعني كثير في ناس بيحكي لنا عن مواقع هاي. قلت لهم هاي شغلتنا ان شاء الله برمضان، لانه احنا فايتين بكتاب لازم ننجزه. فالناس كثير تواصلت معي على هذا الموضوع. بنلاقي خنازير حوالين دارنا، بنلاقي ضباع، بنلاقي ذئاب، بنلاقي غنمنا مسطح. فان شاء الله راح نسليكم ببرنامج جديد برمضان هذا ان شاء الله. هاي الشغلات بدها شويه امور، بدها شويه عده. شو مال السيارة؟ بده يكون معك كلاب. مثل ما قلت اخوي ابو يوسف بدها كلاب يعني مختصه لخنازير، لا يواجهن ضبع، لا يواجهن كذا. يعني بدهن شغلات تتعرض يهجم علينا. نعم. بدك شيء بده يكون معك عده كامله. بالضبط. وان شاء الله خير. الله ان شاء الله الله يقدرنا ونقدر يعني نجيب هذا كله عشانكم يا احلى ناس، عشان انتم ان شاء الله تمتعوا معنا بالمغامرات. هسه بدكم شغله واحده، بكل شيء نقصر الايام هاي بالمغامرات، ما تقصروش معانا بالنشر.
سواء على اليوتيوب ولا على الفيسبوك واللايك فيسبوك اليوتيوب شوي انتم مقصرين معانا، لازم نرتفع اللايكات، لازم نلاقي معنويه عشان تلاقوا منا معنويه. وكل الحب لكم يا اخوان، وبس نصل ان شاء الله بنصور لكم، قربنا نصل يعني. يلا قولي اخوي ابراهيم. الله يسعد لي مساكم يا اخوان، احنا وصلنا الموقع واللي في بعض الناس راح يتذكر هذا الموقع. هاي سكنه عسكريه قديمه، كانوا زمان هون، انت فاهم شو النظام؟ كانوا نعم. هون يحرسوا، ما مبين بيوتهم. صحيح، بس كانت قديمه كثير. انا هسه تذكرتها بدنا نشوفها، وهون حضر طفل الجن، وان شاء الله يا رب خير. قول يا رب يا اخوان. خليكم معنا، تنسوش دعواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان شو بدي لكم انه قديم يا اخوان. هاي الشجره هاي اسمها شجره البلوط. نعم. هاي بلوط. هاي يا اخوان عمرها 1000 سنه او 2000 الله اعلم، يعني عمرها يعني ما كل مقدمها. طلوا يا اخوان، طلوا يا الله، ما اجملها عن جد. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت على ظهرك؟ يا اخوي. شفت على ظهرك؟ هاي يمي شايفها؟ لا عشان ضوك عين. هي عتمه. شوف هاي السكنات قديمه كانت يحفروها بالحجار نفسه، بالحجر. شايفينها؟ هاي قديمه. كانوا ذكيين يا اخوان زمان عن جد. يعني كان زمان ما في عده، ما في يعني ما في اشي زي هسه، كل شيء متوفر. يعني بتستغرب كيف كانوا يعني يحفروا زي هيك صخر، اشي ما بعرف. لا اله الا الله. شكله كان معسكر كبير هذا ابراهيم. شايفين كيف الصخر؟ سبحان الله. يوسف كان من باب الى هذا المعسكر. شوف كيف كانوا يا اخوان يعملوه زمان كله. يعني هي باب، وهون خابر في باب، وغاد في باب كانه غاد شايف في باب. وينه؟ غاد هيك في باب، هي غاد ابواب. هاي وين باب؟ روح غاد لغاد، روح لغاد. بسم الله. شو مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو مالك؟ مش عارف في شيء بخيالك، هذا كله خيال. دقيقة ابراهيم، والله العظيم في شيء كان واقف عند الباب. يا زلمه لا بقول لك والله العظيم هسه اختفى. بقول لك انا بفكره خيال. انت بتهيألك. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا عليه تتذكرش ما كان في شيء. ابراهيم اماكن مهجورة هاي. شوف غاد ابواب كلها هاي. طبعا هاي باب يا اخوان كمان. كلياتها معسكر. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم هسه انا بدي اسالك سؤال، يعني كجبتنا على مكان حضاره قديمه. في ناس بتحب تعرف هذا الحكي لانها يمكن ما عندها معلومه بهاي الشغلات. كيف صنعوها يعني زي هيك؟ كيف عملوها؟ شو يعني باي عده؟ بعده بالازميل والشاكوش. يعني عندهم كان زميله شاكوش؟ يا زلمه شيء مواد زي عندنا كيف مسمين ازميل وشاكوش، ما بنعرف على زمان. حديد على زمانهم مش حديد. ما كان نعرف على خلص اشرح عني. إذا ما أنا بدي أتأكد عشان الناس ما أنت تعطيني العطوة، أنا بقول لك. ما أنا بدقق عشان الناس تفهم عليك. بنسميها بحضارتنا شاكوش وأزميل. تمام. حلو. تمام. هس هم ما بعرف شو كانوا يسموهن، بس كان عندهم بالحديد اخترقوا. بس أنا بقول لك بوفر لك على السلاف عليه إنه كله هذا بأزميل وشاكوش. ينحتوه نحت. يا الله. يا إخوان طبعا يعني عندك باب يا الله. يا اخوان انتم مش متوقعين اختفى مع الزمن. نعم. في شيء اختفى مع الزمن. هذول قد ما هن قدام. يا اخوان انتم يعني مش شايفين الموقع زي ما احنا شايفينه. يعني اقول لك عاملينه بطريقه فنيه، عن جد بطريقه فنيه. شوف يعني هاي الشغلات بدها اليات، بالزمان ما كان هذا الحكي.
شوف يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف؟ شايف؟ تعال اطمنك. بسم الله. انت اللي شفته شكله هيك بتهيأ لك. مش عارف انو باب شفته انا اصلا. شايف؟ كان هون ولا هون. بسم الله. تعال فوت معي. هاي في ناس كانوا يجين هون يقعدوا يا ابراهيم. هاي منطقة في ناس كانوا يقعدوا هون. هاي في نار. ما بقول لك هاي نار. طيب ضمنك ابراهيم شوف هاي كانت ايش مالوها. طيب كله نحت. اخوان يعني الطريق. وعشان اطمنك انه جنهم ما في كان هي جايين يقعدوا يفضوا نار ولا كذا. بسم الله. هذا اذا انا بدي احضره يا اخي بالكتاب. انت ملاحظ شغله؟ شو؟ دق على الارض عندك. شو؟ فضاوة. يا عيني عليك. تحسها بس فاضية. مش كل محل. تحس الارض فاضية صح؟ تعال. طب جزء هاي مدن فوق بعض ترى يا ابراهيم. هو فضاوة. شايف؟ اه. صدى. طيب دير بالك دير بالك. طيب يروح يكون فخ. كانوا يعملوا فخ زمان. هون اخاف من الالغام. بقول لك في فخاخ في شغلات بتخوف. بسم الله. هذا هو يوسف شايف؟ غرف كيف كلها فوق ابراهيم طب ليش هيك فاتحات على بعض؟ هذول ايام طوارئ زمان، كيف كان مثلا لا سمح الله صار عندهم حريق او كذا، يطلعوا على غرفه واحده، يطلعوا غرفه الثانيه. يا سلام. اذا صار فيها ايش؟ نظام ايش؟ حريق. وصلتك كيف؟ او صار عندهم كذا، صار عندهم مثلا عندي المعلومات بس في اماكن بتختلف عن اماكن يعني بتوهوك انت فاهم؟ شوف هاي كيف هاي بابها ورجيهم اياه. ببين لبرا. شو هذا يا ابراهيم؟ قبل يكون قدر هذا. بسم الله. هذا في لنا. زين. ولا قدر هذا قدر يا ابراهيم. خلي في الغرف ونرجع له. معنا البتاع. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جد شيء يا اخواني. شيء ما بعرف. شوف هي اخر غرفه واخر باب من هون. يا الله. شفت كيف؟ ابراهيم هاي التوسيعات بتكون. لا فكرت في شيء شو. شفتها هاي زلمه. تخيل قال هذا بازميله شاكوش. هي بحديد يبعثها لك يقول له هذا بعثها لي حديد. كيف كانوا يدقوه زمان؟ صفي. قلت كيف كان على غرف الطوارئ يعني. هذا بنفق الطوارئ. شفتوا هذا النفق؟ هذا فتحته لحالها يعني ما بعرف. والله جرافه بده هاي. نفق طوارئ. هو زمان ما في وراهم شيء. تعال شوف. شوف. تعال شوف. طلع هاي الطوارئ. شو هاي؟ هاي كان يحطوا بيها زمان زي نظام ذخيره. شيل الحجرين من الارض هذول. طب ليش يحطوها بالارض هيك؟ حطوا بيها ذخيره وسكروها. نظام درجه هون شايف. هذا نظام خزينه معلم. شوف شوف كيف مصفطه تصفيط. قديم بس دائري. شو النظام؟ بس هذا غميق لجوا. زي خزين يعني خلينا نحكي. ايوه. يا الله. بسم الله. ابراهيم بدي اسالك سؤال. يا مان. والسؤال هذا يعني مش عارف. قبل ما احضر طفل الجن بدي احفر هاي شوي. لد سامع؟ فضاوة بس يعني ليش هاي هيك لحالها جاي؟ هاي هيك يعني كيف هاي هي اللي شعبتني شكل. طب ابراهيم سؤال بدي اسالك على حكيك زمان. طب ما بتخاف انه يكون لا سمح الله يعني في الالغام في شغلات. يا زلمه. طب زي هيك احنا بنفوت هيك من اي يعني بنفوت من اي سحانه بصراحه. والناس اللي بفوتوا قبلينا كمان يعني ما بيخافوا. كان الزمان قويين. كبيره ياكلوا منسف يا صاحبي. مين هم اللي ياكلوا منسف؟ اللي اذا تفجر بينا لغم ولا ايش؟ شو بده يصير معنا؟ يعني بس ولا سنعود بعد قليل ولا شيء جيم اوفر. طبعا خلصنا مغامرتنا صار. هم مش سلافة المنسف. سلافة كيف بده يلموك هون. منسف احنا بيش وانت بيش. طيب يلا نشوف هاي شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. على ظهرك يا حبيبي. بيها شاكوش ولا بدي اشوف هاي. طيب ماشي. بس ابراهيم انا هاي مش مطمن انك تحفرها. في الكاميرا طليل.
لبستها منيح، ده كانت محشورة. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ابراهيم انت قبل ما تحفظ شو رايك تحضر؟ شو حضر؟ بلاش يكون في شيء هون. يلا هسه بحضر. بس ابعد لي عني، ابعد عني، ضلك ابعد عني. ليش؟ لا بتعرف شو فيكم بيه. طب بلا منها بدل ما تعرف شو بيكون. ان شاء الله خير. انا فضولي، هسه المؤامر فضولي يعرف كل شيء. راح نعمل هيك عشان يكون اخوان كل شيء يكون واضح. شايفين العفن؟ طيب كيف هذا اسمه عفن. ليش؟ بيكون قديم. يا الله انا بدي شوي. ابراهيم دير بالك ها، اذكر الله. ابراهيم شيل الضوء كمان. عمانية. طب حسب فكرك شو يعني بده يكون يعني؟ لا هاي معلم معمول جديد. معمول جديد؟ رد. اذا معفن يا ابراهيم. طلي العفن على الحجر قديم. كنت حاطين بيها خيل، طبلات خيل ولا كذا. معقول؟ حطوا بيها خيل. قصتك اياه؟ يعني ما في انه اشي بيثبت على اشي. هذا دود. هاي دود شايفه؟ انا بقول لك شو هذا ولا تعليم عليك. هذا بجوز دافنين اشي ميت غنم، اشي دود ماء عشان الفطيسة. ايوه عشان الريحة، عشان تدريش. ما بعرف هيك انا هيك يعني حسب علمي انا. قلت لي انا تعب الله. طيب طب ابراهيم والله عشان تمسكها والله. ايش اقطع التصوير عرفت؟ مشكلة انا بكيف على ابراهيم شغلي يا اخوان، انه بدقق. بس انا ليش بسأله؟ هو عنده هاي المعلومات ومتعرض لهاي المعلومات كثير ترى. وحلو انه المغامر يكون عنده معلومات واضحة عشان الناس. ابراهيم شو هذا؟ شو هاي الحديدة؟ هو الزمن معلم. لا هي حديدة. هاي حديدة كانوا يحطوا بيها خيل يا حبيبي. يا سلام. هذا مربط جديد، مربط. اذا معقول جديد. جديد، بس انه مش جديد يعني جديد. امبارح ركبوه، قديم يعني قديم. بس لا هم كان عندهم خيل زمان فعليا يعني. شو مالك هيك؟ بتدق هيك وبتطلع شو فيه؟ هذا منظرك بضحك ذا. بس ليش بدي اقول لك شو؟ استغفر الله العظيم. اذا القرآن شيء بقهر. شو يا حيوان؟ انا بعمل هيك لويش؟ هسا بقول هيك لفوق، اذا نزل بيه شوية تراب بيكون بيه فراغ بالارض كثير. فراغ كبير يعني. يا سلام. فانا مستغرب اذا قبل شوي بتطل هون بقول ليش بتطل؟ بدي اشوف بيه تراب بينزل ولا لا. تعال. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف كان زمان؟ شو هذا ابراهيم؟ ابراهيم حفر هذه طبيعة، حيوان هذا. غريب. هذا بدل ترى انه معناته زمان. انا بدلك على باب في ناس ما فاتون. هاي في سرداب ثاني ارضي. سرداب بدي اكشف لك اياه باذن الله. استنى رد علي، اسمع. معناته عشان هيك الفضاء في سرداب هون. طب دقيقة في سرداب هون. كيف عرفنا بيه؟ خلص في سرداب. طب بس لازم يكون في علامة اصلا لما تفوت على السرداب. خلص انا بعرف انه السرداب في علامة لتكون. بس انا اثبت لك انه في سرداب. داري. هسه ببين لك العلامة يعني هن ابواب معناته حكيك هذا باب طويل. صف شوي ممكن.
يتذوق شوي بس. يبي يتذوق. وين بلاش يكون انه بس ممكن بتحكي صح انت. بسم الله ايش هيك الغباش. نفوق. معقول انه يكون في علامة يا ابراهيم؟ يعني انت ما تقول سرداب لازم يكون في علامة على الباب. انا ما ضل هيك منقص. شو مالك؟ شو مالك ابراهيم؟ في صندوق هون ها. صندوق ايه؟ صندوق ايه؟ زي ما يحكي شو مالك شو بتصافن بيه صندوق ايش؟ صندوق هون. بسم الله. في صندوق هون. طب صندوق ايش فهمني. طب ابراهيم احكي معي شو مالك؟ صندوق شو؟ وكيف عرفت انه في صندوق؟ في صندوق. طب كيف عرفت؟ وبعد شوي غاد ليديك. مش سامعك شو ايش؟ ابعد شوي غاد ليديك. انا ابعد؟ طب انت بلاش انت تنأذي كمان مش انا. يعني انا وياك. في شو واقف وراي يا ابراهيم؟ شوف. بجاوبنيش. انا حاسس انه في شو وراي. خطيرة حياته وحياتك. غريبة. مش عارف. ابراهيم مش طبيعي. تذكر اجيب لك جار هذول؟ شفتني؟ هذول. شايفني. ورا. وراه بي صندوق. طب انا مستعجل. شو الصندوق مش عارف. كيف عرف انه في صندوق؟ بسم الله. ابراهيم انت في اشي مش مزبوط. شو مالك؟ انت لا حضرت ولا عملت وكيف طلت الصندوق؟ خلص طلته. طب كيف طلته؟ وضح لي كيف طلته. بديش احكي. خليني افتحه. انا كل ما اسالك تقدرش تحكي تقدر. دقيقة يا ابراهيم. شو مالك؟ يكون فجرات في يا زلمة طول بالك. ابراهيم انت صاحي؟ تخافش. انت صاحي؟ تخافش. انت صاحي؟ وكل امرك لله وابعد عني. مش هسه بنفتحه. وكل امرك. افتحوش. ابعد عني. رد علي. مطلوب اني افتحه. لازم افتحه. هذا صندوق يا ابراهيم. ابعد شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراهيم ركز. طب حركوا هيك بس. ابعد شوي. حركوا شوي طيب. ابعد شوي. الصناديق هاي بتخوف يا ابراهيم.
ابراهيم انت ابراهيم شو مالك انت يا زلمه؟ ليش بتردش طيب انت يا زلمه؟ اذا ما هذا الصندوق شو هيك قلت لحالك كيف انت متوتر؟ الله الحامي. اذا انا عارف انه الله الحامي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خايف يا اخوان مش عارف. يا ابراهيم رد علي ابراهيم. لا اله الا الله. بسم الله بسم الله. اوف. شو هذا؟ الحمد لله. شو هذا؟ اتركني يا زلمه. يا زلمه خوفتني. ولك اتركني. ابراهيم يا ابراهيم رد علي. طلق هذا. اذا انطلق اتركني يا ابراهيم هاي بتفقع بيدك. ما شفت طلقه قد هاي. بسم الله. شو هذا؟ شو دخل الطلاق؟ شو دخل؟ شو ابراهيم تلمسني يا اخوي. لا تلمسهن. كيف مصدي؟ لا تلمسهن، هذول مش مستعملات، هذول لسات زي ما هن. طب تعال شوف النظام. اذا ما بقول لك طيب اتركهن يا زلمه. طيب خليني اجي اقرب اتركهن. طب ليش خايف؟ مش خايف. هي لعبه يا زلمه، هاي قنبله يا زلمه. مش قنبله. ايه. بسم الله. اسمع بس انت يا ابراهيم شو مالك؟ شو مالك؟ انت شو مالك؟ بق سامع؟ انت شو مالك؟ انت ماخذ الموضوع مسخره بالله. لا والله. اذا والله سبب بقطع التصوير وبضل رايح اذا. خلص طيب. انت بيخفخذ بيه يا زلمه، بارود هذا يا ابراهيم. ايه لسه بيخفخذ. تعال اسمع. سامع؟ طب اسمع. بسم الله. طب شو بدنا نسوي بيهن هذول؟ بدك تاخذهن؟ شو بدك بيهن؟ بسلمني اذا دولي وكذا. بسم الله. فاهم؟ ابراهيم والله بخوفني يا ابراهيم. خلص نحطهم بالصندوق. نحطهم بالصندوق يا ابراهيم. بدك حاملين بيدك. قديش مكبرها؟ جد؟ شو هاي؟ قد مكبرها؟ بحياتي ما شفت طلاقه زي هيك. بس معقول طلاقه مش طلاق يا ابراهيم؟ طلق يا زلمه طلق. لا والله قد مكبرها. ابراهيم انت يعني شغلات زي هيك شفت هيك. نرجع على سلاف الطفل الجن بعدين. الموضوع موتر صار. ما بطل في نفس. مش بعيد تلاقي الغام. انا قلت لك منطقه هاي. طبعا يا حبايبي هنا والله متوتر لهسه. اخوي ابراهيم عندي سؤال معلش عشان العالم تكون انت واضح. كيف انت عرفت انه في صندوق؟ خلينا نحكي جد. يعني حاب توضح لي. انت جننتني وثلاث اربع مرات. مش جننتك يا رب. تتركنا مغامرات لانك صرت تخاف وتقول الجن بيصيرك والجن ما بيصيرك ولا شيء. جاهز لرحله بكره يا اخوي؟ انت ما ابراهيم اساسا سيبنا من الرحله. جاهز لرحله بكره؟ شايفين يا اخوان انا ليش انا مرات بشك. طب اسمع مني شيء الرحله. انت قاطعتني بكلام. تعرف سر. انا ما وفيتش، انا ما خليتنيش احكي يا زلمه. انت ليش بتقاطعني يا زلمه؟ سيناريو معاد يا ابو يوسف. لا انا بحسك تتضايق لما اجي اسال. لا تزعل مني انا يا ابراهيم. انا حابب اقول لك شو راح تسالني. احكي لك وتكذبش. كيف عرفت بدون طفل الجن ما هو معك؟ صح؟ بسم الله 100%. طيب كيف عرفت انه يا بدي امشي على السؤال. كيف عرفت وانت؟ ما انا بحكي لك جاهز لرحله بكره عشان اريحك واريح العالم. عشان انا قرفت من موضوعك وبي ناس. طب كيف عرفت؟ ليش؟ طب هسه كيف عرفت انت؟ انا هيك بدي اسالك. خلص عرفت. اسمع مني. شايف انك مش واضح. يلا ماشي. بكره جاهز للرحله وتجيب لنا شوي من الخواتم الجن وتروح معي الرحله انت والعالم، واذا العالم قالت تم انا بدي اخذكم رحله كلياتكم. وين؟ على لئيم الجن. مين هو؟ صاحبي لئيم الجن. اسمه لئيم الجن. هذا انسان ولا جن؟ انسان. انسان اسمه لئيم الجن؟ عايش بجبل. كيف انسان اسمه لئيم الجن؟ يا زلمه خلص جاهزين. طب شو نروح عليه ليش يعني؟ عشان تعرف شو القصه كامله. بدهم يعرفوا معلم. جاهز؟ كيف كثر بالحكي؟ بس على موقع خطير جدا. انا دائما بروح عليه من وراء الكاميرا وبروح من وراك وبروح من كذا. انا حاب اوصل المعلومه للناس بس لا تسالوه كثير. بس انت غريب مخبي علي اول مره يعني. بتروح هيك شوف لي بتروح عليه. بقدرش اقول لك. ما بقول لك بقدرش. انا بدي اريحك بس بعديها بيوسف بتقول لي عفوا منك مع قدام الناس. بدك تقول لي انا مش قادر اكمل معك. بدك تقول لي الجن بصيرك. تصير مغامر لحالك. تزعلش منك. احنا بنشتغلش عن بعض بس انا انت بتقهرني لمصلحتك. بعرف. بكره جاهز انك ما بتشوف حالك كيف تتصرف بالمغامره. جاهز لرحله لئيم الجن يا سيدي احنا جاهزين. الناس جاهزه. بدك توضح بكره؟ انا بكره بدي اوضح. طيب وانا حابب انك توضح. تمام. بكره استنونا يا اخوان
على مغامرة. ويا اخوان انا مغامرة هي رحلة. بتمنى الكل يقول له تم عشان نشجعه بزياده. تمام. بكرة انا راح اخذك على هاي الرحلة انت والناس كلها اللي بتتابعنا. جاهزين؟ انا بحكي عن اسمعوا الناس. كلام وورجيكم شو كلام. معلم جاهز؟ كيف كثر بالحكي؟ بس على موقع خطير جدا. انا دائما بروح عليه من وراء الكاميرا وبروح من وراك وبروح من كذا. انا حاب اوصل المعلومة للناس بس لا تسألوه كثير. بس انت غريب مخبي علي اول مره، يعني بتروح هيك شوف لي بتروح عليه. بقدرش اقول لك، ليش ما بقول لك ما حكيت بقدرش. انا بدي اريحك بس بعديها بيوسف بتقول لي عفوا منك مع قدام الناس، بدك تقول لي انا مش قادر اكمل معك، بدك تقول لي الجني مصيرك. تصير مغامر لحالك. تزعلش منك. احنا بنشتغلش عن بعض بس انا ما انت بتقهرني لمصلحتك. بعرف. بكره جاهز انك ما بتشوف حالك كيف تتصرف بالمغامره. جاهز لرحله لئيم الجن يا سيدي احنا جاهزين. الناس جاهزه. بدك توضح بكره؟ انا بكره بدي اوضح. طيب وانا حابب انك توضح. تمام. بكره استنونا يا اخوان على مغامره. ويا اخوان انا مغامره هي رحله. بتمنى الكل يقول له تم عشان نشجعه بزياده. تمام. بكره انا راح اخذك على هاي الرحله انت والناس كلها اللي بتتابعنا. جاهزين؟ انا بحكي عن الناس. اسمعوا كلام وورجيكم شو كلام. وورجيك انه كلياته واقع. اللي بصير واقع. يعني بكره ان شاء الله. قول يا رب. يا اخوان بتمنى للجميع دعواتكم كل الحب والاحترام. وبكره بنشوف شو بحضر لنا ابراهيم. تصبحوا على خير جميعا يا اخوان.